السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، وحشتوني جدًا، جدًا، جدًا. عايزة أقول لكم بقى النهارده يوم جديد وروتين جديد، وآسفة جدًا على التأخير وحقكم عليَّ. بُصّوا بقى، شكرًا جدًا لكل الناس اللي سألت عليَّ في الكومنتات واللي بتسألني يا سُهى اتأخرتِ ليه، يا سُهى ما بتنزّليش فيديو ليه، هات لي. أنا لمّا بييجي لي الفرصة أصوّر فيديوهين أو 3 كده في اليوم، فباصوّر عشان أنزّل لكم كل يوم فيديو. أو لو الدنيا متاحة معايا باصوّر لكم كل يوم فيديو عادي، بس اليومين دول الدنيا صعبة. بُصّوا بقى، أنا هنا بِعت الرُكنة اللي عندي اللي هنا دي، وإن شاء الله بإذن الله جِبت الراجل وهافصّل رُكنة جديدة وكده. طبعًا زي ما أنا قُلت لكم لازم أغيّر الأوضة دي تغيير جذري. بُصّوا دهنت الأوضة وشوفوا الحيطة بقت لونها حلو أوي إزاي. للناس اللي كتبت لي في الكومنتات هتبوّظي الحيطة يا سُهى هاتي حد يعملها لِك والكلام ده، يا جدعان ما فيش حاجة. يعني هو اللي هيجيبها لي هيخترع؟ ما هيمسك الرولة ويعمل زي ما أنا عملت. أنا فضلت ورا اللون لحد ما خفيته الحمد لله، وكان لون جايب لي اكتئاب، والله كان جايب لي اكتئاب حقيقي. أنا ما أعرفش دماغي كانت فين يوم ما عملته. بس هو كان تغيير يعني من باب التغيير عادي، جرّبنا مش مهم. المهم مسكت كده الحيطة زي ما أنتم شايفين، بُصّوا هي الحيطة دي اللي في الوش دي، دهنتها وضبّطتها. بُصّوا بقى هافرش نضّفت الأوضة وهافرش السجادة دي كده على الأرض عشان خاطر طبعًا العيال وكده يقعدوا عليها ناكل عليها، نقعد عليها، مش عارفة إيه وكده، وعشان يتفرّجوا على التلفزيون وكده. فقُلت أفرش لهم بقى حاجة في الأرض لإن الجو ساقعة زي ما أنتم عارفين، الأوضة فاضية خالص ما فيهاش حاجة، ودي أوضة المعيشة أصلًا، يعني هي دي أوضة المعيشة اللي إحنا بنقعد فيها وبناكل فيها وكده. فقُلت أنا إيه هاكنسها كنسة حلوة كده. وطبعًا نضّفت الأرض من البوهية، سكِّنت المعجون وإيه، نضّفت الأوضة كده من المعجون واللي فيها وكل حاجة. بس وكنت دخلت بقى كده على أوضة الأطفال، وكانت أوضة يعني دي أوضة العيال. بُصّوا كانت صعبة جدًا، وأنا شِلت منها التسريحة زي ما أنتم عارفين وادّيتها للشاليه زي ما أنتم شُفتوا يعني في الأوضة اللي أنا غيّرتها في الشاليه. فودّيت بقى التسريحة بتاعة الأوضة دي هناك، ليه؟ لإن الأوضة دي ضيّقة جدًا يا بنات، ضيّقة أوي، الأوضة نفسها ضيّقة. فودّيتها بقى هناك واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، وسِبت هنا السريرين والكومودينو والدولاب يعني. وشِلت السجادة اللي ما يعلم بها إلا ربنا دي، وسجادة مقرفة، وما انصحش أي حد يجيب السجاد الشعر دوّة، رخم جدًا وسئيلة ودمها واقف، وبُصّوا كل حاجة وحشة فيها يعني. مسكت كده تحت السرير شِلته خالص، لإني بُصّوا هاورّيكم السجادة مطلّعة إيه. أنا طبعًا شايلاها من غير غسيل ها، ما غسلتهاش يعني. بُصّوا السجادة مطلّعة إيه، مخلّية تحت السرير زريبة. اللهم صل على النبي، بُصّوا الحركة اللي هتحصل دلوقتي دي. طبعًا أنا إيه، هانفّض كده السرير حلو أوي برّه وجوّه ورا الجناب وكلّه يعني، عشان كانت بصراحة مالية الدنيا تراب ومالية الدنيا عفار. قُلت هاكنسها كده عايزة باحاول ألِم التراب لإن الأوضة ضيّقة زي ما أنتم شايفين، فباحاول ألِم التراب على قد ما أقدر لإني بصراحة خنقتني. بُصّوا هنا كنت باكنس الأوضة وراحت المقشة إيه، يعني الحمد لله قدّر الله ما شاء فعل، وراحت المقشة إيه، مكسورة بقى. فمسكتها كده ولمّيت على قد ما أقدر التراب اللي في الأرض والكده. طبعًا الأرض مش عايزة مسيح، الأرض نضيفة، بس أنا كنت باحاول ألِم التراب اللي السجادة بنت اللذينة دي وقّعتها، يعني وقّعت التراب على اللهم صل على النبي، على الأرض، فاهمين؟ ردمت الدنيا تراب. بُصّوا بقى دي الدفاتر بتاعة المكتب بتاعة جوزي وكده، فلميتها كلّها تحت السرير، ودي حاجات برضه كانت فوق الدولاب، فأنا مش عايزة أي حاجة لا موجودة لا تحت البتاع ولا فوق الدولاب ولا الكلام ده كلّه. أنا عايزة الحاجات دي كلّها تبقى تحت السرير متدارية. فالمهم مسكت بقى كده السرير دوّة وروّقت عليه. أمسك بقى السرير التاني، وعايزة أقول لكم دي شنطة فيها هدوم شتوي، على هدوم صيفي، على هدوم هتتعان، على هدوم خروج، على الكلام ده كله. فأنا كل ده طبعًا هامسكه أفرزه، وأطلّع الهدوم اللي هتتحط في الدولاب الشتوي، لإن هنا في الشقة دي الهدوم الصيفي لسه موجودة. أنا كنت شارية هدوم صيفي كتير أوي للعيال من السعودية، فالهدوم اللي في الدولاب دي جديدة. ما اتلبستش يعني، فأنا كنت عايناها وكده. فقُلت إيه، طب ما أنا بدل ما أنا حاطاها كده في الدولاب، طب ما أنا إيه، ألمّها في الشنطة وأحط إيه، الشتوي، فاهمين قصدي إيه؟ ألِم الشتوي بقى كده إيه، في في الدولاب. يعني إيه، طالما إحنا بقى بنيجي نقعد هنا وكده، فألِم بقى الشتوي أحطه في الدولاب. طبعًا ديّة المشّايات بتاعة الأوضة، وأنا مش هافرشها طبعًا دلوقتي خالص لإني اللهم صل على النبي،
فاتحة، فاتحة أوي، وأنا مش عايزة أفرشها تبوظ، يعني لسه طبعًا الصالة ما اتروّقتش وما اتنضفتش، عايزة أفرش البيت كلّه السجاد الحلو دوّة لمّا الرُكنة تيجي، فاهمين أنتم؟ إن شاء الله هو الراجل قال لي 3 أسابيع، فإحنا نحاول نصبّر نفسنا كده ال3 أسابيع دول كده نتدنجل أنا وأنتم كده لحد ما نخلّص الرُكنة وكده يعني. بس باحاول على قد ما أقدر ألِم الزبالة اللي في الأوضة والتراب، لإني أنا بصراحة اتخنقت جدًا من التراب في الأوضة دي، وكنت متضايقة جدًا يعني، فاهمين قصدي إيه؟ فقُلت كده أحاول ألِم كده وبعد كده الشرشوبة هتلِم أي تراب ناعم يعني، فاهمين؟ بس هنا طبعًا كنت بافرش السراير ودي دفايات كنت جايباها كانت عندي من بدري يعني، فاهمين؟ فقُلت كده أفرشها على السراير بتاعة العيال، حلوة أوي شكلها شيك بتدّي منظر حلو يعني للسرير وكده. بُصّوا بقى دي الشنطة اللي عايزة أقول لكم هي عايزة لغم من الآخر يعني، عايزة لغم كده ويضرب فيها عشان خاطر إيه، تتلَم. هنا كان في هدوم كتيرة وترنجات وحاجات كده كنت أنا جايباها برضه، معظم الحاجات جديدة لسه ما اتلبستش، فقُلت إيه، الحاجات اللي عايزة تتعلّق هاعلّقها والحاجات اللي إيه، هتتعان هاعينها الصغير هاطلّعه كده يعني، فاهمين قصدي؟ فرستها يعني. بس مسكت كده بقى هدوم العيال وروّقت عليها يعني. عايزة أقول لكم بالله عليكم فضلًا وليس أمرًا يعني لو أنتِ وصلتِ معايا لحد الشنطة هنا، اكتبوا لي في الكومنتات وصلنا معاكِ يا سُهى لحد الشنطة، وحطينا لِك اللايك الجميل وما تنسينيش في اللايكات بالله عليكِ ما تنسيّ في اللايكات وتشتركي في القناة كده وتفعّلي زر الجرس، عشان طبعًا يوصلِك مني كل جديد. وعايزة أقول لكم بقى آمم شكرًا جدًا على كومنتاتكم الجميلة اللي بتكتبوها لي، وشكرًا جدًا على وقفتكم جنبي وعلى دعمكم ليّا، حتى لو واحد بس بيحط لي لايك كتّر خيره أو كتّر خيرها وعلى راسي من فوق، وشكرًا جدًا. كل فيديو لازم طبعًا أشكركم على وقفتكم معايا وعلى دعمكم ليّا. بُصّوا بقى هنا كان في بامبرز برضه في الشنطة، طلّعته كده على جنب برضه عشان أستخدمه وكده، لإن يعني أنتم عارفين شُشّة لسه بتلبس بامبرز، يعني عندها سنتين لسه، فلسه بتلبس بامبرز. بُصّوا كل الهدوم اللي أنا هاطلّعها وأحطها في الشنطة دي صيفي و العيال ما لبسوهاش لسه فاهمين؟ بس هالمّها كده كلّها وأحطها إيه، في الشنطة عشان أحطها فوق الدولاب أو تحت السرير على حسب يعني، على حسب ما هالاقي مكان فاضي يعني. بس وألِم بقى كده كل دوّة عشان أفضّي الدولاب للهدوم الشتوي، للترنجات والحاجات بتاعة العيال وكده. بس عسل أوي كده، هاشيل بقى الحاجات دي أحطها هنا، عشان برضه هافرزها دلوقتي وأطلّع إيه، الغيارات الداخلية أحطها في الكومودينو واللي مش عارفة إيه أطلّعه في الدولاب بُصّوا عايزة أقول لكم إن أنا النهارده أنجزت أقسم بالله، لمّا أخلّص الأوضة دي كده في يوم، لأ أنا كده أنجزت، عارفين ليه؟ لإني أنا معايا العيال مطلّعين عينيّا و وبين العيال وبين الغدا وبين إن أنا أأكّلهم وبين إن أنا أشرّبهم واللي بيعيّط كده يعني، فاهمين؟ فإن أنا أخلّص الأوضة دي النهارده كده، فده إنجاز بالنسبة لي والله العظيم. فأنا خلّصت وكنت مبسوطة جدًا بإن أنا خلّصتها، ليه؟ لإني أنا باحب أنام في مكان نضيف يا بنات والله العظيم، يعني لمّا أحب أنام كده، أحب أنام على سرير نضيف، على أرض نضيفة، على مكان أبقى أنزّل رجلي كده ألاقي المكان نضيف، فاهمين؟ فأنا هنا رُحت ماسكة بقى السرير ومسحت أول حاجة مسحتها جنب السرير من الناحية التانية، لإن في حتّة فارغة هناك أهي شايفينها، فحاولت أمسح كده من ناحيتها اللهم صل على النبي، بس وخلاص خلّصت كده ولمّيت بقى الأرض ولمّيت الدنيا كده، لإن كانت بصراحة التراب كان كتير أوي، وأنا كنت مخنوقة منّه، يعني كنت مخنوقة جدًا من التراب اللي في الأرض ده، لإني أنا ما باحبش أصلًا الأرض تبقى فيها تراب، فاهمين؟ ده كإنِّك جايبة كيس رملة وبادراه في قلب الأوضة، فده كان خانقني جدًا. بُصّوا كان هي الأوضة دي الوحيدة اللي فاضلة من اللون الزيتوني ده، إن شاء الله بإذن الله أغيّرها قريب يعني، فاهمين؟ بس دي عايزة إن أنتِ تفُكّي السريرين، فعشان أفُك السريرين دلوقتي ده حاجة مُملّة يعني، فلأ سِبته بقى وقُلت إيه بعدين يعني، بس وكده مسحت الكومودينو وخلّصت الدنيا وكده كانت الأوضة خلصت بقى، يا رب الأوضة تكون عجبتكم أو الفيديو النهارده يكون عجبكم، وشكرًا جدًا على وقفتكم جنبي، شكرًا جدًا على دعمكم ليّا. باحبكم جدًا في الله، بس فضلًا وليس أمرًا بالله عليكم ما تنسوا تشيّروا الفيديو، وتحطوا اللايكات الجميلة اللي بتفرّحني بجد، وهي دي اللي هترفع الفيديو، وأشوف وشكم بخير وباي باي يا حبايب قلبي.